مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الجولة التاسعة من الدوري المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. بعد فوز الأهلي على الجونة بنتيجة 3 أهداف، وأصبح الأهلي في ترتيب الدوري في المركز العاشر برصيد 27 نقطة، ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الرابع ب 32 نقطة. وبعد فوز الأهلي في مباراة الاتحاد السكندري وبعد فوز الأهلي في مباراة الاتحاد السكندري سوف يقفز إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري ويصبح 30 نقطة. سوف نتعرف على موعد وتوقيت المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل، ولكن قبل البداية لا تنسى الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعمل إعجاب للفيديو واشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد. والتفاصيل الآن. يستضيف نادي الأهلي نادي الاتحاد السكندري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة في الدوري المصري، وقد فاز الأهلي في آخر مباراة في الدوري على الجونة بنتيجة 3 أهداف، وفاز الاتحاد في آخر مباراة في الدوري على المحلة بنتيجة 2 مقابل هدف. تشكيل الأهلي: في حراسة المرمى مصطفى شوبير، في خط الدفاع عمر كمال عبد الواحد ومحمد متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول، في خط الوسط كريم ندفد وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور، في خط الهجوم بيرسي تاو وسام أبو علي حسين الشحات. وتنطلق المباراة على استاد القاهرة في تمام الساعة 8 بتوقيت الإمارات وعمان، 7 بتوقيت مصر والسعودية والعراق وسوريا والكويت وقطر، 6 بتوقيت ليبيا والسودان وفلسطين، 5 بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 7/5. وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة وكورة بلس.